مرحبا. الحركة الدورانية لجسم صلب حول محور ثابت، سنة ثالثة رياضيات، عملي ميكانيك 2. يعني اخترنا مثال تطبيق على المحاضرة النظرية. اعتبرنا نقطة M، يعني اعتبرناها مركز مدينة درعا، بتدور مع الأرض حول محور الدوران للأرض اللي هو دلتا هاد. في هذا المثال بدنا نشوف احنا سرعتها وتسارعها. في هذا المثال تقع مدينة درعا سوريا على خط العرض، هيعطينا زاوية الثيتا هاي 32.62 اللي هي زاوية خط العرض، وتدور الأرض دورة كاملة خلال يوم فلكي بزمن قدره، هيعطينا الزمن 8.6.160 ثانية، وفرضنا قطر نصف قطر الكرة الأرضية 6.370 كيلومتر. المطلوب تعيين ما يلي اللي هي السرعة الزاوية لدوران الأرض حول محورها، والسرعة الخطية لمدينة درعا اللي هي افترضناها النقطة M بدلالة نصف القطر الكرة الأرضية R، وبدلالة الدور T، ودلالة زاوية خط العرض ثيتا، وشدتها يعني قيمة السرعة. والطلب الثالث تسارع الخطي وشدته لمدينة طبعا درعا أو مركز مدينة درعا اللي هو النقطة M. رسمنا هون بالشكل هذا، هاي الكرة الأرضية تمام، وهاي يعطينا خط الاستواء، هاي هو خط الاستواء. وبالطبع النقطة M هي بالنصف الكرة الشمالي، هاي نصف الكرة الشمالي طبعا، هاي نصف قطر الكرة الأرضية بيحصر زاوية، هاي زاوية الخط العرض أخذناها 32.62. والنقطة M عم بدور بشعاع سرعة، هياته راسمه أنا شعاع السرعة بتدور وفقا لهالمسار هذا حول محور دوران الأرض. بدنا نشوف خلال دورانها كم سرعتها وكم تسارعها وفقا للمعطيات اللي شرحناها اليوم. هاي الدور لما دارت الكرة الأرضية دورة كاملة كانت الزاوية 2B على الدور اللي أعطيناه بنص المسألة، أعطاني قيمة السرعة الزاوية، هاي هي راديان على الثانية. ومن ثم السرعة الخطية أعطيناها بدلالة العلاقة نصف قطر الدوران R صغيرة بالسرعة الزاوية دبل V. طبعا R صغيرة من الإسقاط هي R بكوساين الثيتا، هاي هون واضح إنه هاي الR صغيرة تساوي هالمسقط هذا هون، المسقط هذا ما هو إلا نصف القطر هذا الكبير، نصف قطر الكرة الأرضية مضروب بكوساين الزاوية هاي ثيتا. بعد التبديل والحساب طلع معي سرعة M أو سرعة مركز درعا 391.124 متر على الثانية. حولنا للكيلومتر بهذا الرقم اللي هو 1408.046 كيلومتر على الساعة. طبعا الطلب رقم 3 تسارع الخطي لمركز درعا M. طبعا نظرا لأن السرعة الزاوية ثابتة هون، سرعة زاوية ثابتة معناها تسارع الزاوية رح يكون معدوم، وبالتالي تسارع المماسي أيضا معدوم، وبالتالي التسارع هو فقط الحركة رح تكون حركة دورانية منتظمة، والتسارع هو فقط تسارع ناظمي، ويعطى بالعلاقة ها هي اللي أعطيناها بالمحاضرة اللي هي جاما إن للنقطة M تساوي ناقص دبل في مربع بإم M هاي الصغيرة هي مسقط الام مسقط مركز درعا على محور الدوران. بعد التبديل والتعويض طلع معنا قيمة التسارع ناقص 0.0287 متر على السكند مربع على الثاني مربع. طبعا إشارة السالب يعني أن التسارع يتجه إلى الداخل. شكرا لحسن الاستماع.